ايه هي الداتا ساينس وايه هي اللايف سايكل بتاعه البروجكت بتاع الداتا ساينس. في الفيديو ده ان شاء الله هنغطي المفاهيم دي كلها، وهيكون تمهيد للفيديو اللي جاي اللي هنطبق فيه الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الفيديو ده بشكل عام للفيديو اللي جاي. فبدون مقدمات كتير يلا نبدأ. قبل ما نتكلم يعني ايه داتا ساينس اصلا محتاجين الاول نفهم يعني ايه داتا. الداتا هي عبارة عن معلومة مجردة ملهاش اي فايدة بشكلها المجرد، ولكن عشان نستفيد من الداتا دي محتاجين ان احنا نحولها لمعرفة. فازاي ان احنا هنحولها لمعرفة؟ فعقلنا البشري اصلا لما بنيجي بنتعامل مع الداتا احنا بنستقبل الداتا عن طريق المدخلات بتاعتنا. بعد كده المدخلات دي بنبدأ نحللها عن طريق مخنا بطريقة معينة. يعني مثلا لو انت بتستقبل الداتا عن طريق عينك فانت بتستقبلها بطريقة معينة وبتحللها بطريقة معينة فبتطلع معرفة عن الرؤية، معرفة عن تحليل الصور او الفيديوهات. كذلك لو انت مثلا بتستقبل عن طريق الصوت مثلا او بتستقبل عن طريق حواسك، فكل حاجة وليها التعامل بتاعها. فالداتا عشان تكون ذات منفعه او ذات قيمه بتشوف الطريقه ازاي انت تحول الداتا دي لحاجه ليها معرفه او تحول الداتا ديت لنولج. عن طريق ايه؟ عن طريق انك تحللها، ايا كان بقى الاداه بتاعه التحليل او ايا كانت الطريقه اللي انت هتحلل بيها. طيب زي ايه مثلا ممكن تكون الداتا؟ لو انت مثلا من اللي بتشتغل في شركات او شركات، فالداتا ممكن تكون داتا مجدوله، انك مثلا معاك كولومز في روز والداتا دي تقدر انك تتعامل معاها بطريقه ما عشان تطلع معلومات تفيد الشركه. او داتا زي اشارات المخ مثلا. داتا تانية زي المشهورة زي انك صور او فيديوهات او تكست او فويس، كل دي عبارة عن داتا. والشطارة بتاعتك هنا انك ازاي تتعامل مع الداتا دي. طيب كل دي عبارة عن بيانات، وكل دي عبارة عن بيانات خام ملهاش اي فايدة طول ما هي مش متحولة لنولج، بس احنا معانا بيانات. فالوقت هنا انت محتاج تقف وتفكر شوية، هو ليه الداتا ساينس؟ الداتا ساينس ظهرت عشان شوية حاجات كتير، من ضمنها الحاجات اللي اتكلمنا فيها. اول حاجه هو ان عاد في عندنا داتا كتيره فعلا، يعني احنا عندنا دلوقتي داتا خام، هي داتا ملهاش فايده مطلقه. الداتا دي عشان نستفيد منها لازم نحولها لنولج. فالداتا ساينس هنا جت عشان تتعامل مع النقطه دي، ازاي تحول الداتا دي لنولج وتستفيد منها. وفي القرن ال21 بدأ اصلا يظهر داتا كتيره جدا عن طريق مثلا السوشيال ميديا، عن طريق ان الشركات قعدت بتخزن فعلا بيانات ليها كتير. فبقى معانا احنا بيانات كتير محتاجين ان احنا نستفيد منها عشان تبقى نولج ونقدر ناخد قرارات بناء عليه. فده كان اول حاجه بتخلينا ليه نقول ليه نستخدم الداتا ساينس. تاني حاجه وهي ان احنا عندنا اجهزه كمبيوتر تستحمل فعلا تخزين البيانات الكبيره جدا، زائد انها تقدر تعالج فعلا العدد الكبير ده من البيانات. فده كان تاني ميزه تخلينا نتعامل فعلا مع البيج داتا او البيانات الضخمه، ونقدر ان احنا نعمل لها البروسيسنج اللي احنا محتاجينه ونحولها لنولج. وتالت حاجه هي ان اصلا عاد في البيزنس ده عاد محتاج التعامل مع الداتا، فعاد في نيد في البيزنس ان احنا فعلا ازاي نستفيد من الداتا دي عشان نطور من الاداء بتاعنا ونعرف ناخد قرارات احسن بناء على التحليلات اللي هتقوم بيها البيانات دي او النولج اللي هتطلع من البيانات دي. طيب كل ده جميل، كل ده عرفنا ليه احنا نستخدم الداتا ساينس. طب هي ايه بقى الداتا ساينس؟ الداتا ساينس هو علم كبير بيجمع بين علوم رئيسيه فيه. اول علم فيهم هو الماثيماتكس والاستاتستكس. الهدف من العلم ده اصلا ده انك بتعمل ازاي statistical analysis على الداتا بتاعتك. انت في الاخر معاك داتا وعاوز تطلع منها معلومات احصائيه او معلومات عن احتماليه حاجه معينه، او تطبق عليها رياضيات معينه عشان تطلع نتيجه معينه. فده علم كبير رئيسي من الركائز بتاعه الداتا ساينس، ازاي انك هتطبق العلم ده. يجي بعد كده الكمبيوتر ساينس او السوفت وير بشكل عام. ده لازمته ايه بقى؟ ده لازمته ان هو ازاي انت بقى هتطبق الماثيماتكس والاستاتستكس باستخدام الكمبيوتر ساينس. فمثلا لو انت بتتعامل مع داتابيز فانت هنا بتستخدم اس كيو ال كافتراض، يعني عشان تتعامل مع الداتا بتاعتك وتطلع منها الاوتبوت اللي انت محتاجه وتعمل عليها البروسيس اللي الماثيماتكس محتاجه تطبقه. او مثلا انت بتشتغل بالبايثون فهتتعلم لغه برمجه بايثون عشان تبدا تطبق الماثيماتكس برضو والستاتستكس بتاعتك على الداتا بتاعتك. فبقى كده معانا ماثيماتكس وستاتستكس ومعانا كمبيوتر ساينس. كمان معانا دومين او بزنس نوليدج. البيزنس نوليدج ده ليه؟ لان انت في الاخر كداتا ساينتست انت جاي بتحل مشاكل في الشركه او انت جاي بتجاوب لهم على اسئله. فمهم تكون فاهم البيزنس بتاعك بيتكلم في ايه او اتجاهه ايه او عاوز ايه عشان تقدر توظف المجالين دول صح. طب يجي كمان المجال الثالث وهو المجال بقى الخاص بتوقع المستقبل او الانظمه الذكيه، وهو الماشين ليرنينج. طيب يعني انت مثلا عملت الاستاتستيكال اناليسيس بتاعتك وخلاص حليت المشاكل او جاوبت على الاسئله الموجوده في الشركه. هيجي ايه بعد كده؟ هيجي بقى طب انت عاوز تتوقع المستقبل او عاوز تعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل بناء على الداتا اللي معاك دي. فتبدا تستخدم بقى مفاهيم الماشين ليرنينج عشان تتوقع حاجه او تصنف حاجه او حتى تعمل كلاسترنج لمجموعه العملاء اللي عندك او ايا كان. فدول كلهم مجموعه من المجالات، كل مجال ليه اصلا شغله او ليه تفكيره المستقل، ولكن لما بندمجهم بنطلع علم الداتا ساينس.
انت بقى مهمتك كداتا ساينتست في الشركه انك حلال مشاكل، او انت بتجاوب على الاسئله. والله البيزنس اونر جه قال لك انا محتاج منك تجاوب لي على السؤال ده، فانت هتاخد البيانات دي وتروح تجاوب على السؤال. بيقول لك والله انا عندي مشكله معينه، فانت تبدا تدرس المشكله دي وتفهمها وتقول له والله انا محتاج الداتا دي، وتبدا تحلل الداتا وتطلع له حل المشكله. فانت من الاخر انت العين بتاعته اللي انت بتوري له كل الحاجات اللي هو مش قادر يشوفها. انت اللي هتاخد الداتا الخام اللي معاه دي، او انت اللي هتبقى تفكر ازاي هتجيب الداتا الخام دي وتحولها لنوليدج، فهو يقدر ياخد النوليدج دي ويبني عليها قرارات ويبني عليها حاجات مثلا هيستخدمها خلال الفتره اللي جايه. فانت هنا بتحل مشاكل، هو في مشكله انت داتا ساينتست بتحلها، في سؤال انت كداتا ساينتست بتجاوب عليه. فانت مهمتك في الشركه بتبقى ايمن انك دايما دايما بتشوف الحاجات اللي باقي الشركه مش بتشوفها، وبتخليهم بتساعدهم في انهم ياخدوا القرارات. طب ازاي بقى انت اصلا هتساعدهم، او انت ازاي هتمشي في البروسيس انك هتبدا تاخد السؤال ده وتجاوب عليه في النهايه؟ اللايف سايكل بتاعه البروجكت داتا ساينس بتشتغل في 6 خطوات، وممكن يبقوا اكتر من 6 خطوات، يعني ممكن يبقوا 7 خطوات، والخطوه الاخيره هي الاوبريشن اللي بتتم بعد الديبلويمنت، من اول البيزنس اندرستاندنج لحد الديبلويمنت، دول اللي هنتكلم عنهم. فخلينا ناخدهم خطوه بخطوه كده. اول خطوه، وهو انت كداتا ساينتست اول ما تيجي تشتغل في المشروع بتاعك مش بتاخد وتشتغل على طول ككودنج مثلا وتطبق العمليات الاحصائيه، لا، انت بتبدا الاول تحتاج تفكر البيزنس بتاعك محتاج ايه المشكله اللي انا بحلها اصلا، ايه البروسيس اللي البيزنس بتاعك بيمشي عليها، فانا هقدر امشي عليها انا كمان عشان احقق له اللي هو عاوزه. طب ايه الكاركتيريا اللي احنا لو وصلنا لها يبقى كده المشكله بتاعتنا اتحلت؟ طب ايه الاسئله اللي احنا محتاجين نجاوب عليها اصلا من البيزنس؟ طب ايه هدف البيزنس بتاعي؟ كل دي حاجات كل دي حاجات انت محتاج تحددها في المرحله الاولانيه، وهي البيزنس اندرستاندنج، انك تفهم اصلا البيزنس بتاعك محتاج ايه عشان تعرف تديله الاناليسيز اللي هو محتاجه. طيب دي اول خطوه، خلاص انت فهمت البيزنس بتاعك محتاج ايه. بعد كده محتاج بقى الداتا. نيجي هنا للمرحله الثانيه والثالثه، هما الداتا اندرستاندنج والداتا بروسيسنج واناليسيز. وبعتبر ان من اول البيزنس اندرستاندنج لحد الداتا بروسيسنج دول بيعتبروا الداتا اناليسيز اصلا. هنا انت بتبدا تعمل ايه؟ هنا انت بتبدا اصلا تحدد بقى انت محتاج ليه الداتا اناليسيز بتاعتك. فاحنا قلنا انك محتاج تحدد بقى الاسئله اللي انت محتاج تجاوب عليها، او الاهداف اللي انت عاوز توصل لها من الاناليسيز بتاعتك. خلاص حددت، تعالى بقى جمع الداتا دي. تعالى احنا محتاجين نجمع الداتا بتاعتنا من مصادر مختلفه، زي مثلا داتا بيز، زي هل مثلا هو مع الداتا ديت مجدوله في اكسل شيت او سي اس في فايل على السيرفرات عنده او ايا كان. فانت محتاج هنا تجمع الداتا، او حتى انك تعملها سكرابنج. يعني هو مثلا لو هو عنده سوشيال ميديا كتيره وعاوز يعرف اراء العملاء، فقال لك انا عاوز اعرف ده ومش معايا داتا، فانت هتعمل ايه؟ هتبدا تسكراب الداتا ديت من الكومنتس مثلا اللي على السوشيال ميديا بتاعته، من الرياكتس اللي بتتم على البوستس بتاعته، ايا كانت الطريقه. فكل دي داتا انت بتجمعها عشان تقدر تطلع منها معرفه معينه بعد ما تعمل البروسيس بتاعتك. طيب جمعت الداتا، تعالى بقى بص على الداتا دي وافهمها. فهمت الداتا وبدات تعرف المشاكل اللي فيها، نظفها بقى. نظفت الداتا وتبدا بقى تعمل لها الكليننج وتشيل الحاجات اللي ممكن تعمل لك تضليل في الداتا دي. خش على المرحله اللي بعدها، وهي حلل بقى الداتا دي وطلع اجابات للاسئله، او طلع بقى الريزلت اللي انت عاوز تاخدها. طيب طلعت الريزلت، خلاص انت كده تقدر بقى تشير النتائج بتاعتك دي مع الشركه. خلينا نشوف بشكل مفصل يعني، بس انا حبيت اوضح لكم الدنيا دي بشكل سريع، بس هنتكلم عنها كمان شويه دلوقتي. طيب اول حاجه بقى في البروسيس بتاعت الداتا اندرستاندنج والداتا بروسيسنج، هو اصلا انك محتاج تبص على الداتا. انت اول حاجه هتعملها ايه؟ هي انك هتبدا تقرا الداتا. محتاج تقرا الداتا وتبص على الداتا. فمثلا اسمها المرحله دي اسمها الداتا رانجلنج. هنا انت بتكتشف الداتا بتاعتك. فلما انت بصيت على الداتا او قرات الداتا، لقيت هنا مثلا في حاجه اسمها ان اي ان او نان فاليو. دي معناها ان في قيم مفقوده هنا. يعني الكولوم ده ما فيهوش فيه القيمه دي، الرو مع الكولوم ده هو ما فيهوش معلومه او ما فيهوش قيمه، هي قيمه فاضيه. فدي اول مشكله، انك عندك اصلا ميسنج فاليو في الداتا بتاعتك. تاني حاجه مثلا ممكن تبص عليها في الداتا رانجلنج هي الداتا تايب بتاعت الداتا بتاعتك. انت مثلا قرات الداتا بتاعتك، وليكن انت من ضمن الداتا اللي انت اخدتها كولوم بيتكلم على الايدج، عمر الانسان. فلقيت ان البندز وهي بتقرا مثلا الكولوم ده قراءته على اساس ان هو اوبجكت، يعني هو كده سترينج بيتعامل معامله السترينج، مع ان الايدج هو حاجه انتجر، حاجه قيمه رقميه. فهنا في عندنا الداتا تايب مشكله في الداتا تايب، ان الداتا تايب دي هو قراها انها اوبجكت وهي في الاساس انتجر او فلوت. فهنا انت بتبص عشان تعرف ان في مشكله هنا في الداتا تايب. فانت خلاص بصيت عرفت ان في مشكله هنا. طيب خلاص بتحددها عشان في مرحله الكليننج هتتعامل معاها. طيب حددت دي، تيجي مثلا تبص على حاجه تانية زي الديسكريبشن بتاع الداتا بتاعتك. وهنا بنتكلم على الديسكريبشن بتاع المعلومات الداتا الرقميه.
زي مثلا المتوسط والوسيط بتاع الداتا بتاعتك، زي مثلا ال 25 وال 50 وال 75%، زي الستاندرد ديفيشن. والستاندرد ديفيشن هنا هيعرفك مثلا مدى تقارب البيانات من بعضها او مدى تباعدها من بعضها، وبرضه هيعرفك الاوتلايرز اللي موجوده في الداتا بتاعتك. فكل دي معلومات انت بتبص عليها عشان تقدر تطلع والله انا عندي فعلا هنا ممكن يكون في اوتلاير. ده انا عندي هنا مثلا الفرق ما بين الكولومز، كولوم مثلا بيبقى 1 2 3 4 يعني قيم صغيره، وكولوم تاني 1000 2000 3000، فهنا عندي مسافه في السكيلنج بتاع الداتا مختلف، فده هيأثر اصلا على الماشين ليرنينج موديل بعد ما نيجي نبنيه. فكل دي حاجات انت بتكتشفها عن طريق الداتا رانجلنج بتاعتك. طيب عملت داتا رانجلنج بقى وبصيت على الداتا بتاعتك، اللي فات ده مش بس الداتا رانجلنج، في حاجات تانية بس انا يعني بناخد مثال سريع. طيب خلاص فهمت كل الحاجات دي، بتيجي بقى مرحله الداتا كليننج بقى. انت ازاي بقى محتاج تنظف البيانات بتاعتك دي وتتعامل مع البيانات بتاعتك دي ازاي. فاحنا اكتشفنا مثلا في الداتا اللي فاتت ان احنا معانا ميسنج فاليو، فازاي هتتعامل مع الميسنج فاليو دي؟ هل هتشيلها خالص يعني هتشيل الصف كامل اللي فيه ميسنج فاليو، ولا هتعوض مكان الميسنج فاليو بالمين بتاع الكولوم بتاعها، ولا بالمتوسط، ولا هتشوف قيمه تانية تعوضها بيها؟ كل دي قرارات هتبدا تاخدها في الداتا كليننج بقى. وطبعا القرارات بتاع مثلا الكليننج والحاجات دي هتكون معتمده برضو على البيزنس اندرستاندنج بتاعك. يعني مثلا احنا عندنا ان ما ينفعش يبقى في اي قيم مضلله ولا اي قيم تقريبيه في الداتا. فهنا احسن حل هو ايه؟ هو ان انا اشيل القيم اللي هي فيها مس فاليو. ليه؟ لان لو انا حطيت الوسيط مثلا بتاع الداتا او المتوسط بتاع الداتا، فانا هنا بحط قيمه تقريبيه، ولكن القيمه التقريبيه دي ممكن تعمل لي تضليل، فهتقلل من النتيجه، يعني مصداقيه النتيجه مش تبقى 100% بناء على الداتا. فهنا ممكن تشيل، او لو الموضوع بسيط ممكن تعوض بحاجه بس مثلا انت شايفها من الداتا بتاعتك. حاجه تانية زي الاوت لايرز، هل الاوت لايرز دي انت هتتعامل معاها ولا لا؟ طب هو اصلا يعني ايه الاوت لايرز بالمناسبه؟ خلينا ناخد مثال، ولنفترض انك معاك بيانات عن رواتب العملاء. فانت عندك مثلا بيانات الرواتب العملاء بتبقى ما بين 10000 ل 20000، فهنا المتوسط بتاعهم هو 15000. فانت دي البيانات اللي معاك. فانت وانت بتحسب المتوسط بتاعك، لقيت ان من ضمن البيانات دي في موظف بياخد 200000. فطبعا لو انت جيت تدخل ال 200000 دول مع ال 10 ل 20000 وتحسب المتوسط بتاعهم، هتلاقي مثلا انك بتتكلم في قيمه ب 50 60 70000. دي متوسط رواتب الموظفين، مع ان في الطبيعي ان متوسط رواتب الموظفين هو 15000. بس هو ليه وصل ل 70 و80000؟ لان انت بقى عندك اوت لاير. الاوت لاير دي هي قيمه اصلا خارج النطاق او حاجه مش طبيعيه، قيمه شاذه. فلما انت بتسيبها في الداتا بتاعتك ممكن تاثر على الداتا بتاعتك. بس هل ده ان احنا معناه ان احنا نشيلها؟ لا. الاوت لايرز اوقات كتيره بتبقى مهمه جدا انها تكون موجوده في الداتا، لان ليها دلالات هتفيدنا في الاوت بوت اللي احنا محتاجينه. فحسب البيزنس اندرستاندنج اللي انت عملته وحسب الداتا اندرستاندنج اللي انت عملتها، هتحدد هل اشيل الاوت لاير ده ولا اتعامل معاه بطرق التعامل مع الاوت لايرز. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي والمشاريع اللي جايه ان شاء الله هناخد امثله بتوضح ازاي نتعامل مع الاوت لايرز، وهنتعامل مع مشاكل اكتر في الداتا ونحلها ان شاء الله. يعني كل ده هيوضح ان شاء الله. طيب حاجه تانية في الداتا برضو زي السكيلنج، زي ما قلت لك ان مثلا بيبقى عندك حاجه 1 و2 و3 وحاجه 1000 و2003. دي بتاثر طبعا في الماشين ليرنينج موديل لما تيجي تبنيه، ان هو بيبقى الموديل بينحاز للداتا الاكبر على اساس ان دي ذات اهميه اكتر، لان هو ما هوش عبقري يعني انت اللي بتوظفه. فهو لو شاف رقم كبير بيحس ان هو اهم من الرقم الصغير، فلازم تعمل لها نورماليزيشن او ستاندرزيشن علشان تخليهم في رينج ثابت من 0 ل1 مثلا، عشان يبقى كله زي بعضه فالموديل ما ينحازش لحاجه عن الثانيه. طيب دي مرحله الداتا كليننج وتعتبر ضمن الداتا بروسيسنج او الداتا بريبريشن بشكل عام. خلاص عملت الداتا كليننج والداتا بتاعتك بقت متظبطه للفيجواليزيشن بتاعك او للاناليسيس بتاعتك، خلاص ادخل بقى اعمل اناليسيس. لان انت اوريدي شلت مثلا الاوت لاير اللي كانت هتعمل لك تضليل في الاناليسيس بتاعك. حاجه زي دي هتقدر تعمل اناليسيس فيطلع لك فعلا ان متوسط الراتب 15000. في مرحله بقى الفيجواليزيشن، هي المرحله دي بتعتبر يعني المرحله الرئيسيه للجواب على الاسئله. انت في الاول كنت بتحدد الاسئله اللي انت هتشتغل عليها او الاسئله اللي انت اصلا عامل الاناليسيز علشان تجاوب عليها. في الفيجواليزيشن بقى انت بتجمع من حاجتين، بتجاوب على الاسئله دي وبتشير الريزلت دي مع ال 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 المدير بتاعك مثلا او العميل اللي انت بتتعامل معاه او ايا كان. فلازم يكون في شويه مواصفات كده في الفيجواليزيشن بتاعتك، من ضمنها مثلا لو انت بتقارن ما بين تو بلوتس، فلازم يكون الاكس اكسس والواي اكسس زي بعض. الاكس اكسس والواي اكسس لازم يكونوا زي بعض. ده ليه؟ ده ليه؟ عشان لما هو يجي يقارن ما يبقاش فيه مثلا ديت الترتيب بتاعها في الواي 100 200 300 ودي 1000 2000، فلو ال 100 تبقى اكبر وال 1000 هتبقى اقل كده، بس هو شايف ان دي اكبر فممكن يفكر ان دي فعلا اكبر اللي هي ال 100، مع ان هي ال 100 دي 100 ودي 1000.
فلازم لما توحد التدريج بتاع الواي اكسس والاكس اكسس، ده بيخليه يعرف يقارن صح. ده طبعا من ضمن الفيجواليزيشن. طبعا انت كمان بتطلع البلوتس عشان هو يشوفها بشكل مرئي، فيقدر يوصل له المعلومه بشكل اسهل يعني. فهنا مثلا احنا كنا بنقارن في البلوت ده، بنقارن ما بين العملاء وهم بيستخدموا خدمات معينه، وبنشوف مين اللي ساب الشركه ومين اللي فضل في الشركه. البلوت اللي جنبه هو احنا بنوري له الكتاب مثلا معين، مين اللي عمل عليه ريت 5% بنسبه قد ايه، ومين اللي عمل عليه ريت 0%. فكل دي معلومات انت بتبدا تاخدها وتشيرها معاه، وبيتجاوب له على الاسئله اللي هو محتاجها. طيب انت عملت الفيجواليزيشن ده، هتبدا بقى تشير الريزلت معاه بشكل معين. يا اما تشير الريزلت بالشكل ده اللي احنا شايفينه في السلايد، ان هو هتعمل له البلوتس وتحطها له في سلايد معينه، وهو بعد كده تقول له والله السؤال ده كان بيقول كذا. فاحنا لما عملنا الاناليسيس والفيجواليزيشن بتاعنا لقينا ان البلوت بيجاوب على السؤال ده وبيقول ان كذا وكذا وكذا. او تستخدم بقى تولز تانية زي تابلو وباور بي اي. دول بقى بيعملوا ايه؟ هم دايناميك، يعني ايه، شاشه كده سهله التعامل معاها، تقدر تحط فيها الكولومز اللي انت عاوزها، وهي تعمل لك الفيجواليزيشن لها بشكل مرن جدا. بعد كده تقدر تشير الريزلت دي وتقدر تغير فيها بشكل كويس. فيبقى الموضوع بالنسبه لك هي داشبورد. الموضوع بقى بالنسبه لك سهل، تغير اللي انت عاوزه وتوري له اللي انت عاوزه. هو مثلا لو عاوز يغير حاجه معينه، فمش هتروح مش هتروح تغير في الكود، لا انت تغير بس في الداشبورد دي، فالريزلت بتاعتك تتغير بناء على التغييرات اللي انت عملتها. طيب فانت كده بدات تشير الريزلت معاه. لحد هنا كده انت بتعمل ايه؟ بتعمل داتا اناليسيز من اول البيزنس اندرستاندنج لحد الشيرنج ريزلت. انت كده داتا اناليست. بتعمل ايه؟ بتجيب الداتا وتفهمها وتفهم البيزنس بتاعك وتطلع ريزلت وتجاوب على اسئله وتشيرها مع الشركه بتاعتك. طيب لحد هنا كده انت بتتعامل مع الحاضر ومع الماضي. خلاص انت بتجاوب له على الاسئله اللي من الداتا اللي كانت معاك قبل كده، وبتتعامل مع الحاضر، بتقول له والله ان الحاضر بتاعك فيه كذا وكذا، وبتعرفه الانسايت او المعلومات اللي طالعه من الداتا بتاعتك في الوقت الفعلي. طيب انت بقى عاوز تعرف المستقبل، وعاوز تعرف ايه اللي هيحصل، وعاوز تتوقع حاجه جايه، وعاوز تصنف حاجه معينه. هنا بقى ندخل على الماشين ليرنينج، وهنا بقى يبقى انت بتدمج بين الداتا اناليسيز والماشين ليرنينج، فانت كده بتبقى ايه؟ داتا ساينس. في الماشين ليرنينج بقى انت بتعمل ايه؟ انت بتبدا تبني الموديل، ودي تعتبر رابع ستيب في الداتا ساينس بروجكت لايف سايكل. في مرحله الداتا موديلنج بقى احنا بنبدا نستخدم الماشين ليرنينج عشان نعمل ايه؟ عشان مثلا نتوقع حاجه معينه. طبعا بناء على الداتا بتاعتنا هنبدا نحدد الطريقه اللي هنتعامل بيها مع الموديل بتاعنا. فاحنا لما بصينا على الداتا مثلا، انت بقى عندك نوعين من الداتا، يا اما داتا بالليبل بتاعها، يعني مثلا اعطيك المعلومه عن العميل ويقول لك العميل ده والله هيسيب الشركه، او معلومه عن العميل ويقول لك العميل ده مش هيسيب الشركه او ما سابش الشركه. فانت كده دي الداتا بالليبل بتاعها، فده سوبرفايزد ليرنينج في الماشين ليرنينج. فانت هنا بناء على فهمك للداتا وفهمك على المشكله، هتبدا تحدد الاليه للتعامل مع الماشين ليرنينج، او الاليه بتاعه بناء الموديل بتاع الماشين ليرنينج. فخلاص انت بصيت على الداتا، فهتبدا تعمل ايه؟ هتبدا الاول تعمل الداتا بروسيسنج اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. مش احنا كنا اتكلمنا ان في داتا بروسيسنج بس للاناليسيس، في داتا بروسيسنج برضه للماشين ليرنينج، برضه انا كنت اتكلمت عليها من شويه. هي انك مثلا زي النورماليزيشن، حاجه تانية زي ان الماشين ليرنينج موديل بتاعك اصلا ما بيستقبلش الا قيم رقميه. فمثلا عندنا هنا البناين والمالجنانت في الكلاس اللي هو باين في السلايد هنا، ده احنا لازم نعمل له وان هوت انكودنج، او لازم نحول الكلاس ده لقيمه، يعني مثلا يبقى 0 او 1. يعني البناين يدل على 0 والمالجنانت يدل على ايه؟ 1، عشان الموديل يفهم ان دي قيمه رقميه، مش هيدخل له تكست، مش هيعرف يتعامل مع التكست. وعندنا الرو ده يعتبر اوبزرفيشن او انبوت كامل، والكولوم ده يعتبر ايه؟ فيتشر. فبنبدا ناخد البيانات دي ونعمل لها البروسيسنج. نبدا مثلا نعمل للكلاس ده وان هوت انكودنج علشان نحوله ل 0 و1. نبدا مثلا نشوف الداتا لو فيها سكيلنج كبير نعمل لها نورماليزيشن. نبدا مثلا نشوف برضو لو حوار الميسنج فاليو والحاجات دي كلها بنبدا نتعامل معاها، لحد في النهايه ما الداتا بتاعتنا تبقى متظبطه انها تدخل للماشين ليرنينج موديل، تبني عليها بقى الموديل بتاعك وتختبره. خلال مرحله البناء انت بتحدد الداتا بتاعتك، اذا كان بتحدد منها جزء للتريننج وجزء للتستنج. وهنا عاوز اتكلم على الداتا ايفالويشن. وانت بتترين الموديل بتاعك ممكن اصلا تختبر الاداء بتاعه. بمعنى ايه؟ انا مثلا بنيت نيورال نتورك بتتدرب على انها تصنف الامراض، ماشي؟ فانا اديت لها والله، قسمت الداتا بتاعتي ل 70 10 20. 70% من الداتا هاخدها كتريننج، و10% هاخدها كفاليديشن خلال مرحله التريننج. يعني هو هياخد اول ايبوك او اول مرحله هيتعلم، واول ما يتعلم يروح يقيس الدقه بتاعته في اول مره، وبعدين يلف تاني ويشوف مثلا هل الدقه بتاعته حسنت ولا لا.
فيروح يلف ويحسن. فلو الدقه اتحسنت يبقى عارف ان هو ماشي فعلا في المسار الصح، فيبدا يحسن اداؤه بناء على الدقه اللي ظهرت في الفاليديشن داتا. طيب دي الفاليديشن والتريننج دول بيدخلوا في مرحله التريننج، واحده بيتدرب عليها واحده بيبص عليها ويختبر اداؤه. التست داتا بقى هي مرحله منفصله. المرحله دي بقى انا بقى بجيب داتا هو ما شافهاش قبل كده خالص، ودي بتبقى مهمه لفكره الجنراليزيشن، ازاي ان انا مثلا الموديل بتاعي فعلا يقدر يتعامل مع داتا هو ما شافهاش ولا لا. فباخد التست داتا دي وادخلها في الموديل بعد ما حفظته ودربته وخلاص الموديل سيفته معايا، فبقى اقدر ان انا اعمله. فببدا ادخل الداتا دي للموديل واشوف الدقه بتاعته، هل فعلا الدقه بتاعته زي ما كان بيأدي على الفاليديشن داتا ولا لا. فلو لقيناها يبقى هو كده الموديل بتاعنا فعلا كويس وبنسبه كويسه يقدر يعمل ايه جنراليزيشن على الداتا كلها. لو لا يبقى انا عندي مثلا يا اما اوفر فيتنج يا اما اندر فيتنج، فلازم هتعامل في التريننج هظبط التريننج تاني عشان اطلع الموديل بتاعك. فدي مرحله الايفالويشن، انك بتبدا تشوف اداء الموديل بتاعك كويس ولا لا على الفاليديشن وعلى التست اللي هي الداتا الغير مرئيه بالنسبه له او الداتا الجديده بالنسبه له. عملت ايفالويشن والموديل بتاعك بقى كويس، بتيجي بقى لمرحله ايه الديبلويمنت. انت مثلا خلاص بعد ما عملت الموديل بتاعك انت محتاج تستخدمه. فالديبلويمنت بقى انك مثلا ممكن تحطه على سيرفر او تحطه على موبايل ابلكيشن او تحطه على موقع معين او شركه تشتغل بيه لوكال هنا، بحيث تديله الانبوت فهو يطلع لك الاوتبوت على طول لوحده. هو بقى بيعمل بروسيسنج، طبعا انت هتكون مجهز البايب لاين بتاعك اللي ياخد الانبوت ويعمل البروسيسنج ويطلع لك الداتا متظبطه فتدخلها على الموديل. فمثلا مثال زي ده هو بيتوقع المبيعات، فانت بتدخل له تاريخ اللي انت عاوز تتوقع في المبيعات، وليكن مثلا 15/2/2023، وبتدخله المنتج اللي هو عاوزه وهو بيعمل له البروسيسنج، وفي الاخر بيقول لك والله نسبه المبيعات قد كده. فالماشين ليرنينج بالمناسبه احنا كنا اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، فلو انت عاوز تعرف اكتر عنها ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت دي. المهم هو كده طلع لك الاوتبوت. طيب هل بقى هنا اللايف سايكل خلصت؟ في الحقيقه لا، هي في حتى انا مش حاططها في السلايد ومش هتكلم عنها، بس انت بعد ما بتديبلوي الموديل بتاعك وبعد ما تستخدمه وانت اوريدي استخدمته، بس في مرحله ثانيه بقى هي الماشين ليرنينج اوبريشن اصلا. انت ازاي بقى هتتابع حاله الموديل بتاعك، وهل الموديل بتاعك في مشاكل بتحصل له ولا لا، وهل الموديل بتاعك محتاج يتحسن ولا لا، اللي هي ما بعد البرودكشن بقى. انت خلاص نزلت البرودكشن بتاعك واستخدمت المنتج، ما بعد البرودكشن بقى هي ايه؟ دي مرحله بتبقى بعد الديبلويمنت، ودي بيبقى لها قصه ثانيه يعني ايه مش هنتكلم فيها، ولكن انا بقولها بس عشان تبقى في الحسبان يعني. طيب انت لما عملت ديبلويمنت كده يبقى يعتبر اللايف سايكل بتاعتك خلصت وانت قابل لاستخدام الموديل بتاعك. يبقى انت عملت ايه؟ انت عملت بزنس اندرستاندنج وداتا اناليسيز وفهمت الداتا وجاوبت على الاسئله، وعملت بريدكشن او كلاسيفيكيشن او كلاسترنج او ايا كان الماشين ليرنينج اللي انت عملته عشان تتوقع حاجه في المستقبل او عشان تبني نظام ذكي. فانت دمجت ما بين اجابه الاسئله وانك تعرف مثلا اللي بيحصل في الحاضر والماضي، وبقيت تعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل بناء على استخدامك للذكاء الاصطناعي. طبعا الاناليسيس كان قايم على ايه؟ على الاستاتستيكال اناليسيس، وانك تستخدم الماثيماتكس والاستاتستكس والبروبابيلتي وكل الحاجات دي، وطبعا انك تكون فاهم البيزنس اندرستاندنج او البيزنس دومين بشكل عام. طيب هل اللايف سايكل دي بتمشي بقى بشكل متسلسل يعني ايه ستيب باي ستيب كده، ولا الموضوع مختلف؟ لا، هو في الحقيقه الموضوع مختلف. يعني مثلا انت زي ما قلت لك، انت مثلا بتيجي في مرحله الديبلويمنت حسيت ان الموديل بتاعك مش بيعمل جنراليزيشن على كل الداتا، اللي في داتا جايه له هو ما بيعرفش يتعامل معاها، او في مرحله الموديلنج لقيت ان الموديل بتاعك اداؤه سيء، فهتتعامل ازاي في الحاله دي؟ ممكن تروح تاني لمرحله الداتا كولكشن او الداتا اندرستاندنج علشان تعمل داتا كولكشن وترجع تبني الموديل بتاعك تاني. او وانت بتبني الموديل لقيت انك مثلا قبل ما تبني الموديل لقيت انك محتاج تتعامل، هل اشيل الاوتلاير ولا اسيبها؟ هل الميسنج فاليو دي اتعامل معاها ازاي؟ فهتروح للبيزنس اندرستاندنج عشان تفهم وترجع تتعامل معاها. فكل اللي انا عاوز اقوله ان الموضوع ماهوش ستيب باي ستيب كده بتمشي عليها، لا الموضوع ممكن يبقى دايره كده كل حاجه بتسلم للتاني. فدي تبقى اللايف سايكل بتاعه الداتا ساينس بروجكت. يتبقى بقى معانا استخدام الداتا ساينس او الذكاء الاصطناعي في المجالات التانية، وده بالفعل بدات اتكلم عنه في الفيديو اللي فات لما اتكلمت على التنبؤ في الرعايه الصحيه والسيارات والمدن الذكيه، واتكلمت على التنبؤ في المبيعات وزياده المبيعات. فمش هتكلم في السلايد دي، ولكن الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون هنبني اند تو اند داتا ساينس بروجكت. البروجكت ده هناخده من اول البيزنس اندرستاندنج وان احنا نفهم البيزنس ده عاوز ايه، دخولا بقى ان احنا نحط الاسئله اللي احنا محتاجين نجاوب عليها، نعمل الداتا رانجلنج بتاعتنا، نعمل الداتا بروسيسنج وكليننج، نعمل الاكسبلورت داتا اناليسيز، وان احنا نعمل اناليسيز وفيجواليزيشن للداتا بتاعتنا، ونشير الريزلت،
ونعمل ماشين ليرنينج موديل كمان عشان نتوقع مثلا نسبه المبيعات خلال الفتره اللي جايه، او نتوقع مثلا الارباح اللي هتقوم بناء على البيانات اللي معانا دي. فده ان شاء الله يكون الفيديو اللي جاي هنطبق فيه بقى المفاهيم اللي احنا ان شاء الله اتعلمناها في الفيديو ده. وبس كده. ما تنسوش بقى تتابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ولو احتجت حاجه كلمني على لينكد ان. والسلام عليكم.